يا مساء الفل، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. يوم جديد وفيديو جديد هنعمل مع بعض الجبنه النستون. جيت علشان اشتريها، العلبه يا جماعه سعرها دلوقتي 33 جنيه. وجبت الطريقه وقلت لازم اعملها، طبعا عملتها وبكميه حلوه جدا وموفره معايا. اول حاجه كده هنستخدمها الكبه، وممكن تستخدمي الخلاط. ومعايا كوبايتين من الحليب، معايا ربع كوبايه من الزيت، وحط عليهم معلقه زبده. مش متوفر عندك زبده خليها نص كوبايه زيت، بس انا حبيت اطعم الطعم شويه. معايا معلقتين كبار من الدقيق، معلقة كبيرة من النشا، معلقتين كبار من اللبن البودر اللي هو كامل الدسم. معايا ايه بقى؟ 3 مثلثات جبنه نستون، وده اللي هيطعم معايا الجبنه النستون النهارده. ممكن تستخدمي اي نوع جبنه نستون، وهو ده اللي هيديكي طعم الجبنه النستون اللي انت هتعمليها. خلاص، ممكن بريزيدونت، ممكن طعمه، الموجود عندك اشتغلي بيه. ادي 3 مثلثات جبنه نستون. معايا ربع معلقه من الملح، بس يا ريت تخليها نص معلقه ملح عشان جت دلع شويه مني. خلاص، هضربهم بقى ضرب كده كويس في الخلاط، وانعم كل الخليط ده مع بعضه. هنعمه كويس جدا. بعد ما انعمه كويس جدا هضيف معلقه كبيره من الخل. خلاص، اللي هو الخل الابيض بتاعنا العادي. ما حطيتوش في الاول ليه يا ناديه؟ علشان ما يعملش معايا، ما يخليش اللبن يقطع معايا. خلاص يا بنات، ادي معلقه كبيره من الخل. هضربهم بقى ضرب كويس. عايزه الخليط كله يندمج كله مع بعضه. خلاص، ضربتهم كويس جدا جدا. معايا بقى ايه تاني؟ معايا اللي هي الطاسه او حله او اي حاجه اللي تشتغلي بيها. بس كده الخليط معايا زي الفل. جبت بقى الطاسه اللي هشتغل فيها. بصوا، الخليط حلو جدا جدا، ناعم وزي الفل قوي. بس كده هبدأ بقى ارفعه على النار. في البداية بتبقى النار عالية، وبعد كده بخلي النار متوسطة، وبعد كده النار هادية. طول ما هو على النار ايديكي فيه باستمرار. هفضل بقى اقلب فيه كده باستمرار. في الاول زي ما قلت لكم النار عالية، وبعد كده بخلي النار متوسطة، وبعد كده بتبقى النار هادية جدا. واهم شيء في الموضوع ان ايديكي تبقى فيه باستمرار. ليه؟ لان ما يتكتلش منك ولا يعمل كلاكيع. هتفضلي تقلبي بقى لغاية ما القوام يتقل معاكي ويبقى كريمي كده وزي الفل. اهو بصوا، اهو بدأ يتقل معايا. وهقول لكم امتى هتطفي عليه وامتى هيكون استوى معاكي وبقى زي الفل. شايفين القوام عامل معايا ازاي؟ كريمي جدا جدا، بدأ يتقل معايا اهو. برضو خلاص كده النار خليتها متوسطة خالص، وايدي فيه برضو باستمرار وبقلب. اهو بصوا، اول بقى ما يتكتك معاكي كده وكبك كده هتطفي عليه النار. يبقى كده استوى معاكي وبقت زي الفل قوي. الجبنة معايا جاهزة كده. بصوا، بدأت تلم معايا وتدي مطة بقى. الجبنة النستو اللي احنا حاطينها بتدي معاكي مطة حلوة قوي. برضو قلبي. تفضلي تقلبي لغايه ما تبقبق معاكي كده وتحسيها تقلت كده، تروحي رافعاها من على النار. اهي بصوا يا جماعه، تقلت خالص كده والقوام معايا زي الفل. نبدا بقى نرفعها من على النار. شايفين النار انا مهديها ازاي؟ اهم شيء النار تكون هاديه. بس كده خلاص زي الفل قوي كده. نشيل بقى الطاسه من على النار، وتعالوا بقى نشوف الخطوه اللي بعد كده. بصوا، تقلت وادتني مطه جميله قوي. معايا بقى كده الطبق اللي انا هحط فيه، او لو عندك علبة تلاجة المتوفر عندك. انا بصراحة قعدت ادور على حاجة ان انا احط فيها الخليط اللي لقيت الاطباق دي. طبعا هغلفها بورق استريتش. مش عندك ورق استريتش يبقى هتدهني الطبق او العلبة اللي هتصبي فيها الخليط زيت بفرشة كده، وتوزعي الزيت فيها. انا حطيت بقى ورق استريتش زي ما انتم ما شايفين. بس ما شاء الله انا ايدي سخيه شويه يا جماعه، فخليت ايه، الخرطه سمكها مليان شويه. يعني انا كان بدل ما حطيتهم في طبقين كانوا يبقوا 3 اطباق، وكانوا هيدوني كميه اكتر من كده كمان. بس حطيتهم وخبطت الطبق كام خبطه كده علشان اطلع الهواء اللي فيه، علشان تبقى ايه، مثلث الجبنه ما يبقاش فيه فراغات من جوه. وبعد كده هروح مغطيه وش الطبق بورق استريتش علشان ما ينشفش معايا. بس كده، تعالوا بقى نصب بقيه الخليط. برضو حطينا ورقه استريتش، وهنكمل بقيه الخليط زي ما قلت لكم. المفروض كانوا تصبوا في 3 اطباق، لان السمك جه مليان شويه معايا. بس مفيش مشكله يعني، عادي. هسوي بقى كده الوش بتاعه، وبعد كده اخبط الطبق كام خبطه علشان الهواء يطلع منه. وهغطي وش الطبق بورقه استريتش.
وهندخله التلاجة بقى، هيقعد في التلاجة حوالي 3 ساعات 4 ساعات. والله العظيم بصوا انا خرجتها معاكم ما قعدتش ساعة ونص في التلاجة على فكرة. انا بصور في شقتي وكنت متأخرة وعايزة انزل عند حماتي، فقلت بقى ايه خلاص هي ما شاء الله بقت حلوة ورحت مقطعاها معاكم. والنتيجة بجد تحفة، والطعم جميل جدا جدا، مش قادرة اقول لكم وانا بسويها على النار ريحتها جبنة نستون جميلة. ايه رأيكم بقى؟ تعالوا بقى نقلبها كده ونخرطها. هشيل ورقة الاسترتش من على الوش واقلب الطبق بس بكل سهولة، مفيش اسهل من كده. ما خدتش معايا والله 10 دقايق. بصوا يا بنات ايه رأيكم؟ هتخرطيها بقى مثلثات على طول. معلش بقى انا بصور تليفوني كاميرته بايظه جدا، فاستحملوني شويه عقبال ما ايه ربنا يكرم واجيب تليفون. اهو بصوا المثلث، تعالوا بقى نطلع مثلث كده ونشوفه. ايه رأيكم؟ حاجه كده تحفه. تعالوا بقى نخرط الطبق التاني برضو. انا جبت الصينيه دي بقى عشان ايه يبان لكم اكتر ان الطبق التاني كان ابيض، عايزه حاجه تبين شكل المثلث اكتر يعني. هنخرطه برضو مثلثات. زي ما قلت لك لو صبتيه في 3 اطباق هيديكي كميه كبيره جدا، ممكن تعملي حوالي 35 قطعه مثلث جبنه نستون. حابه ممكن تغلفيها في ورق فويل، غلفي المثلث في ورق فويل وشيليه في التلاجة وهيقعد عندك فتره حلوه جدا. بصوا يا جماعه تعالوا بقى نقطع حته ونشوفها كده. ولا احسن ولا اروع من كده. جربوها وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، وربنا يحسن ما بنات ايديكم وتعملوا احسن مني. بجد النتيجه عجبتني جدا جدا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.